انت عارف انت ممكن تعمل ايه عشان تفتح شركه؟ تعال نتخيل ان انت عندك فكره لمنتج جديد، بس زي ما انت عارف الدنيا ما بتديش كل حاجه. انت عندك فكره بس ما عندكش الفلوس اللي تقدر تنفذ بيها الفكره دي، فبتروح تعرض فكرتك على مجموعه من المستثمرين، ودول بقى ناس عكسك تماما، هم معاهم فلوس بس بيدوروا على فكره عشان يستثمروا فيها. وهنا بقى انتوا بتلاقوا بعض. المهم بعد المناوشات اللطيفه اللذيذه دي، لو انتوا اتفقتوا كده، احنا وصلنا لمرحله اسمها التمويل الخاص. وبعد شويه بقى لما الشركه تشتغل والمبيعات تزيد والدنيا تحلو معاك، اكيد مش هنقعد على قد كده، هتقول انا محتاج فلوس علشان اتوسع اكتر وانجح اكتر وابقى شرك كبير قد الدنيا. انا يعجبني فيك طموحك اللامتناهي. وهنا بقى تيجي الخطوه المهمه، وهي مرحله الاكتتاب العام. الاكتتاب العام معناه ببساطه ان انا بفتح الشركه بتاعتي للناس كلها، مش بس للمستثمرين الكبار. ايوه، يعني بتعمل كده ازاي؟ اللي بيحصل باختصار ان الشركه بتقسم نفسها لحصص صغيره اسمها الاسهم، وتنزل تبيع الاسهم بتاعتها في البورصه. البورصه دي مش مكان سحري، ده سوق كبير جدا. المهم انت بقى لما ربنا يكرمك وشركتك تنزل اول يوم ليها في البورصه، بيتحط للسهم بتاعك سعر مبدئي. طب ليه بنقول مبدئي؟ لان السعر ده مش هيبقى ثابت. انت من اللحظه دي السهم بيبقى خاضع لحاجه واحده بس، العرض والطلب. يعني لو ناس كتير عايزه تشتري اسهم الشركه بتاعتك، فالطلب هيزيد والسعر هيعلى. ولو الناس بقى فقدت الثقه فيك وقررت تبيع لاي سبب، فالسعر هيقل تاني.